أي غلطة من دول هي كفيلة إن هي تدمر أولادك. بصي ياسمين، على قد ما احنا بنتكلم في مواضيع كتير، بس الموضوع ده بالذات بيوجع قلبي بجد، لأن لما بقرأ الأخطاء اللي الأهالي بيعملوها وبشوف الأبحاث والدراسات اللي بتتعمل بخصوص الموضوع ده، وبشوف قد إيه إن إحنا بنعمل غلطات قاتلة بجد في حق أولادنا. يعني بجد ببقى بتخنق من الموضوع ده بجد. المرحلة اللي البيبي فيها ما بيعرفش يعمل أي حاجة خالص، بيبقى شايف مامته وباباه دول كأنهم إله قادرين على فعل إعجاز، أو يعني ماجيك زي ما بيقولوا they مم، can do مم، magic. مم. لأنه عشان ما بيعرفش يمشي ولا ما بيعرف يأكل بيعرفش حد نفسه. غير أبوه وأمه، يعني أيوة بالظبط، صح. فانه يشيلوا مم، يحطوا ابوه ده كانه يعني عشان يشيلوا بصباعين ينقلوا من هنا لهنا. امه بتعمل له مم، كل حاجه في الحياه، مم، فبالتالي الناس دي اكيد فاهمه كل حاجه مم، وعارفه كل حاجه. مم. فلما بقى الاب والام دول يجوا يقولوا له ايه، انت ما تركز شويه، ما تبقاش غبي. يا نهار أبيض. يبقى انت كانك بتقولي مم. له انه غبي. طبعا هو فهو هيصدق، ما وهيصدق. هيصدقك، ما انت لو هو شايفك انت الهيرو يبقى هيصدقك بالظبط، طبعا زي طبعا. بالظبط لما بتقولي لبنتك او ابن او بنتك، يعني تقولي لها انت جميله، هي مصدقه انها جميله علشان انت اكدتي عليها حاجه زي كده. صح صح فقد ايه تاثيرنا بكل كلمه بيفرق مع اولادنا، صح. وبياخدوه ويمشوا بيه بقيه حياتهم. مهما مم. حاولنا ان احنا نغير الفكر اللي احنا حطيناه فيهم ده، وبقى يعني جوه في بالظبط الفاونديشن بتاعتهم. بالظبط. مم. خلاص. كل حاجة لما ابنك بتوصفيه أو بتحكمي عليه حكم أو أي حاجة بيصدقوا هو ده. يعني لو قلتي له أنت غبي، ما تفتكريش إن هو هيبقى ذكي بقى فهيحاول يفكر، لا هو هيصدق خلاص إنه غبي. مش بس لما تقولي له أنت غبي، لما تقولي له ما تعملش كده ويلاقيكي أنت بتعمليه. يعني مثلا لما تقولي له ما تكذبش، وبعدين أنت بقى مثلا حد بيكلمك في التليفون أنت فين، انا في المكان الفلاني وانتي في مكان تاني خالص او في البيت مثلا، وهو قاعد جنبك وفاهم ان انتي في البيت وقلتي ان انتي في مكان تاني. طب ما انتي مصداقيتك انتي فين لما تقولي له انت ما تكذبش؟ يعني دي كمان غلطة الناس كلها بتعملها. الاب والام بيبقوا مفسرينها انها كدبة بيضة يعني، والولد مش مركز. لا على فكرة هو مركز جدا، وهو هيعمل زي ما انتي بتعملي مش زي ما بتقولي له اعمل. يعني دي برضو انا بتستوقفني جدا. فدايما كنت ما احبش ابدا لو هستخدم كدبه بيضه او حاجه اعملها قدام اولادي ابدا. يعني بحاول قدر المستطاع. طبعا كلنا بتفلت مننا، بس هم فعلا بيقلدوا اللي انتي بتعمليه مش اللي بتقولي لهم اعملوه. احنا بنأدب ولا بنعاقب؟ دي بقى امم توبيك انا بشوف انها خطيرة جدا. طبعا في اكيد فرق كبير قوي. يعني انتي النهارده ما ينفعش تيجي تقولي لابنك الصغير كسر فازة في الصالون مثلا وتروحي امم تعاقبيه. طب هل انتي من الاول كنتي مفهماه صراحة وواضح بالنسبة له فكرة انه الكورة ما بتتلعبش جوه البيت؟ امم يعني بس دي من ابسط امم الاكزامبلز اللي هي الامثله البسيطه اللي هي من وهو بيبي. امم فكل حاجه، وقيسي على ذلك بقى كل حاجه في عمره لما يبقى امم مراهق وغيرها. اهميه ان احنا نتكلم مع اولادنا ونشرح لهم ايه الصح والغلط بطريقه صح واضحه وتوصل لهم صح قبل ما نقرر ان احنا نعاقبهم. صح. الحاجه بقى اللي بعديها كمان، بعاقب فين وامتى؟ مم. الموضوع ده هو يعني مش عقاب، هو تهذيب. زي ما ربنا مثلا لما بنغلط مش بيعاقبنا، هو بيهذب. يعني بنهذب سلوكياتنا بس. يعني صح، يعني فكرة ان انت مش تعاقبي انت تربي تهذبي انتي تعلمي، متخيله فاهمة؟ ربنا لو كان بيعاقبنا على كل حاجه اه بنعملها؟ لا طبعا كان زمان ما بقاش في انتهى حد الموضوع. على وجه الكون. طبعا هي الامهات مش فاهمة ان الطفل ده ذكي جدا. عشان كده لاحظي حاجة، لما بسافر مثلا في اي بلد بره، أنا والله مش قصدي، بس باحس إن ولادهم مختلفين في إيه، تحسّي إنه الطفل عنده 3 سنين مثلًا، بس هو زي 6، 7 سنين في تحسّي إنه كبير. يعني قاعد مش عامل شقاوة، مش عامل أي حاجة. ما أعرفش بيربّوهم إزاي. باقعد أبُص كده أقول هُم إزاي عارفين إنه يقعدوا كده لمّا في ريستوران مثلًا قاعدين بياكلوا ملتزمين، مش بتلاقيهم بيجروا وبتاع. ولمّا بيعملوا كده الأم مش بتجري تشد من إيده ولا حاجة، بتتكلم معاه.
فهم بيتكلموا مع أولادهم من أول ما يتولدوا يمكن. إحنا ما بنتكلمش مع أولادنا، يعني بنكسل معرفش ولا ما بنشرحش لأولادنا إيه اللي المفروض يتعمل وإنهم ونفهمهم كل حاجة ليه. يعني مش عارفة انت ايه رأيك؟ لا انا موافقاك ان في فرق كبير قوي في الطريقه اللي احنا بنعمل ولادنا بيها وبنحاول نفهمهم الحاجه، اه وبين لما بنسافر ونشوف. بس عايزه برضو ارجع تاني لنقطه ان احنا لما بنقرر ان احنا نأدبهم، حتى نسميها نأدبهم، بنقدمهم فين وامتى؟ طبعا. خلي بالك ساعات احنا بنبقى من كتر ما الموقف ضايقنا او بقينا متعصبين قوي، بننسى فكرة ان انا بحاول اوصل له رسالة ان ده غلط، وكل اللي بيسوقني هو مم. عصبيتي، مم. فكأني بطلع فيه كل العصبية دي. الأنجر. مم. الانجر بالظبط، فبالتالي هو مش هيتوصله. هو مم. الموضوع عدى مرحلة انه يفهم انه هو عمل ايه لكل صح. ده. فلازم واحنا بنكلم ولادنا حتى وهم في قمة الغلط اللي بيعملوه، نحاول ان احنا نبقى دايما عندنا كده awareness صح. لقمة الغضب بتاعنا، او نحط له حدود قبل ما نبتدي ندخل في المناقشة دي. صح. دي حاجة مهمة. مم. الحاجة بقى التانية اللي أهم كمان، أو يعني مهمة زيها، فكرة إن أنا لما عاوز أتكلم معاه في إنه غلط، بعمل الكلام ده فين؟ قدام الناس ولا بيني وبينه؟ مم. أنا الموضوع ده يعني ما اه أعرفش طبعا بيعمل طبعا لي طبعا طبعا بتكسري شخصيته قدام الناس لما تقولي له بتكسريه بجد فعليا، بجد وهي الناس مش مدركة الغلط الرهيب ده. بيأثر على يعني الشخصية بشكل، مم. لا يعني بجد أنا شفت ناس كتيرة قوي بتبقى مهزوزة إزاي، وأنا متأكدة إن مم. جزء كبير منها هي عارفة انت قلتي كلمة هي عجبتني قوي، هي كلها awareness، يعني كلها انك تبقي عندك وعي في تربية الأولاد. ولو يعني أصل دول أمانة ومكملة بيهم، دول هم بكرة وبعده يعني، فلازم انت تكوني مؤسساهم صح. فالموضوع مش بسيط زي ما الناس متخيلة انه عادي العيال بتتربى او بتكبر، لا ابدا، والتربية بتبتدي من البيت على فكرة. حاجة ما ينفعش بقى واحنا بنتكلم على الموضوع ده وما نتكلمش فيها ونناقشها، وهي فكرة الغياب. مم. يعني فكرة انه تقصدي غياب الأب أو الأم؟ اه بالظبط اه عدم اه التواجد، بالظبط ايوه. هي دي ما الكلمة. في مثل بيقولك dead father is better than absent father. عارفة بالظبط يعني الأب المتوفي اه أحسن من الأب الغائب. الغائب. عارفة طبعا يعني ايه؟ يعني انه الطفل يكون باباه عايش في الحياة بس مش معاه، سابه مشي، او الام عايشة بس سابته مشيت، وهو بالنسبة له هي سابته عشان هو مش كويس، هو بيلوم نفسه. هو لما الأب أو الأم بيغيبوا عن أولادهم هو بيحس إن هو جيلتي أو إن هو وحش، أو هو مش ما يستحقش الحب. يعني هو بيسأل نفسه هو أنا عملت إيه غلط عشان هما سابوني ومشوا، فطول الوقت هو رافض سلوكياته ورافض نفسه، حاسس ان هو اللي جيلتي. فما هو بس ساعات الظروف بتحكم ان ام تنفصل عن اولادها او ان اب ينفصل، بس لازم الاهالي يكون ليهم دور رهيب في الموضوع ده، علشان الطفل ده ما يحسش باي نقص او انه فعلا غايب. ولا يلوم نفسه على بالظبط الغياب، وده اللي بالظبط. أوحش اه واللي بالظبط. أخطر. فكرة إنه هو أي حاجة بتحصل بيبقى مين السبب فيها؟ أنا السبب فيها، مم، ويفضل تروماتايزد حياته كلها لغاية ما يكبر بالظبط. وبيحط اللوم على نفسه. دي أخطر حاجة. انت عارفة حكاية الأسطول الأمريكاني، الجنود اللي هم بيروحوا الحرب لما عملوا أبحاث على ولادهم، ولقوا ان كل ولادهم او معظم ولادهم، مش كل ولادهم طبعا، بس عملوا الدراسات دي ولقوا ان ولادهم فعلا عندهم تروماز وعندهم مشاكل في النوم، وان هم نايمين ممكن يروحوا لمامتهم يشوفوها بتتنفس ولا لا، اضطرابات رهيبة، ولان هم حاسين ان هم انه في اب غايب، ان هم في حاجة غلط خايفين هم. يفقدوا الأم كمان. بالظبط كمان بالظبط، فعندهم تروما من الحكايه دي. فبس دي ساعات يعني دي بقول ان هي ساعات بتبقى قدريات، بس بعد كده نتعامل معاها ازاي؟ يعني في حاجات بتبقى احنا لينا دخل فيها في التصرفات اليوميه كسلوك مع الطفل والتعامل معاه، وفي حاجات زي الغياب دي ساعات بتبقى خارجه عن اراده الام او الاب. فبعد كده الطرف اللي مع الطفل ده هيتصرف ازاي مع الطفل؟ يعني الطرف ده هيتصرف ازاي مع الطفل؟ يعني هيعالج الحكايه دي ازاي؟
اولا لازم برضو يرجع لدكتور نفساني اخصائي، ده مش عيب خالص. لازم يعرف هيتكلم ايه، يقول ايه لابنه او بنته. هو ده الدور اللي الاهل لازم يعملوه حقيقي يعني. بس بصي يا دينا، انا برضو مش عايزة دايما اقسى على الاب والام. احنا دايما بنحاول قد ما نقدر ان احنا نجتهد وان احنا نشتغل على نفسنا كآباء وامهات بشكل انه نحسن من حتى طبعا. الاكسبيرينسز ولا التجارب اللي احنا نفسنا عدينا بيها، بما ان مم. بقى عندنا awareness مقارنة بالاجيال اللي قبلينا. عارفه لو كان عندنا الاويرنس ده واحنا صغيرين برضو اه، كان يا حاجات ريت. كتير اه، اختلف، بس الحمد لله يعني بس الحمد طبعا لله. انا شايفه ان احنا اكتر حظا مثلا مم. compared للاجيال اللي قبلينا. فبنحاول نجتهد ان احنا قد ما نقدر نطلع اولادنا اسوياء، وهو ده الهدف مم. الاساسي اللي احنا محتاجين ان احنا مم. نشتغل عليه دايما. يا رب يسمي ان شاء الله. يا بس هو رب. الموضوع ده بيوجع قلبي اصلا لما نتكلم اه، فيه، غير لا، المواضيع التانية خالص بنشوف بصراحة. اه. نماذج كتيره اه. قوي بصراحه دي حقيقة. مؤلمه. دي حقيقة.